في الفيديو ده هتكلم عن كل الشروط واهم التفاصيل اللي محتاج تعرفها علشان تقدم على منحة دراسية. وهتكلم بالخصوص ازاي قدرت اخد منحتين دراسيين، واحدة اثناء الدراسة وواحدة ماجستير. فلو مهتم تابع معايا هاي، انا علياء جابر. انا حصلت على منحتين، وفي الفيديو ده انا حابه اتكلم بشكل مفصل شويه عن اول منحه اخدتها اللي هي كانت في اليابان، ازاي حصلت عليها، ازاي قدمت عليها، والشروط بتاعتها كانت ايه. والمنحة التانية اللي انا دلوقتي بدرس فيها حاليا وهي منحة ايراسموس لدراسة الماجستير. حابة اتكلم في كل التفاصيل وكل الشروط اللي حابين تعرفوها، ازاي تطلبوا خطابات التوصية من الدكاترة، ازاي تكتبوا الكفر ليتر موتيفيشن ليتر بتاعتكم، ازاي تحضروا لاختبار اللغة. فان شاء الله الفيديو هيبقى طويل شوية، فاتمنى ان شاء الله تستفادوا وتعرفوا كل حاجة انتوا حابين تعرفوها. اول حاجة، منحة اليابان انا حصلت عليها ازاي؟ انا قدمت على المنحه دي لما كنت في سنه ثالثه كليه، والموضوع كان عن طريق اعلان. انا كنت يعني انا اتقبلت في الاعلان التاني. اول حاجه في الاعلان الاولاني ده اللي هو بتاع المبادره المصريه اليابانيه، انا ما كنتش عارفه عنها اي حاجه، بس كانت في واحده زميلتي كانت اكبر مني بسنه، كانت قدمت على المنحه دي واخدتها. فانا بعد كده عرفت الموضوع ده عن طريق زمايلي وعن طريق الدكاتره عندنا في الكليه، كانوا بداوا يتكلموا عن الموضوع ده. فالمهم قلت ليه لا ما اقدمش يعني. فالمهم قدمت الورق بتاعي، دخلت على الويب سايت بتاعهم، شفت الشروط. طبعا هسيب لكم الويب سايت وهقول لكم اهم الشروط واهم الورق اللي انتوا تبقوا لازم محضرينه. فالمهم بدأت احضر الورق بتاعي، والموضوع كان عبارة عن اول حاجة بنقدم على موقع البعثات، بنرفع كل الورق اللي هم محتاجينه، وبعد كده المفروض بروح الجامعة بجيب موافقة رئيس الجامعة على السفر بتاعي، ده طبعا قبل اي حاجة، بس بتبقى ورقة أساسية في البعثات بيبقوا محتاجينها. فبعد ما برفع الورق على موقع البعثات، بعد كده المفروض ان انا بروح بقى مجمع البعثات ذات نفسه اللي هو في ميدان التحرير. او انا مش عارفه دلوقتي هو اتنقل ولا لا، بس هو كان هناك ساعه اللي هو ساعه لما كنت بقدم على المنحه بتاعتي. المهم بودي لهم كل الورق اللي هم عايزينه، وبفضل قاعده مستنيه لحد ما يجي ميعاد الانترفيو. لو عديت الفيز الاولاني، المفروض ان هم بيتصلوا بيقولوا لنا ان هم هيعملوا معانا انترفيو. طيب، انا عملت ايه بقى، او ايه الورق اللي انا عملته علشان اتقبل لمرحله الانترفيو؟ اول حاجه ان الطالب اللي متقدم ده يكون مصري الجنسيه. تاني حاجه ان هو يكون في جامعه حكوميه على الاقل، ده كان في الاعلان بتاعي انا بس. معرفش هل دلوقتي لو في تغيير في الاعلانات ولا لا، علشان الاعلان الثامن نزل. مهم بعد كده المفروض ان الشخص ده يكون في سنه تانية او تالتة كليه، وكمان يكون يعني التراكمي بتاع البيان الدرجات بتاعه يكون جيد جدا. المهم الورق ده كله المفروض بتاخده بعد كده بترفعه على الويب سايت، بلس كمان طبعا معاك خطاب التوصية، معاك خطاب النية بتاعك، وشهادة اللغة. دلوقتي هو اجباري موضوع ان انت لازم تكون جايب في الايلتس 5.5 ل6 غالبا، حاجة كده. بس الفترة اللي انا كنت مقدمة فيها هو كان ممكن مثلا احط ايلتس، لو ما حطيتش ايلتس اجيب شهادة من الكلية بتفيد اللي انا كنت بدرس بالانجليزي. فالورق ده كله المفروض بتاعه بيترفع على الموقع بتاع البعثات، ومعاه الفورم كده استمارة بتحط فيها كل البيانات بتاعتك. وبعد كده بعد ما ترفع الورق على الفورم بتاخده وبتروح بيه إدارة البعثات علشان تعمل هناك السبميت بتاع الورق ده. طيب، اهم حاجه في الموضوع كله وايه هي الحاجات اللي انا بصراحه ساعدتني ان انا اقدر اخد المنحه دي؟ اول حاجه انا كنت جايبه تقدير كويس قوي الحمد لله في التراكمي بتاع السنتين ونص دول. وبعد كده انا كنت الانجليزي بتاعي كان حلو، بس انا جبت شهاده من الكليه تفيد ان انا كنت بدرس بالانجليزي. بصراحه بعد كده الخطوات التوصيه كان الدكاتره في الكليه لحد دلوقتي ليها علاقه بيهم كويسه، بس حتى كمان فتره الجامعه كان ليا علاقه كويسه قوي مع الدكاتره، فكتبوا لي خطوات توصيه حلوه وقدرت اقدمها. قدمت، كان التقديم نهايته كان في شهر 11. المهم قعدت مستنيه من شهر 11 لحد شهر 2 علشان اشوف الانترفيو. المهم بعد كده جات لي رساله من البعثات بتفيد ان انا اجتزت المرحله الاولى، واللي انا دلوقتي مهيئه للمرحله الثانيه عشان اعمل الانترفيو. فالمهم بعتولي العنوان وكل حاجه، ورحت اليوم بقى بتاع الانترفيو. كان في 4 دكاتره. كان في 4 دكاتره موجودين، 2 يابانيين و2 مصريين. سالوني بقى عن التخصص بتاعي، سالوني انا ليه حابه اقدم في المنحه دي، طب ليه ما قدمتش في حاجه تانية غيرها، طب لو رحت هناك ايه اللي هتعلمه، او ايه اللي انا حابه اعرف عنه اكتر في اليابان، طب لما ارجع هستفاد ايه من المنحه دي،
وهقدر افيد ازاي في الفتره اللي انا هبقى موجوده فيها في الكليه، وطبعا الانشطه بتاعتي لو انا كان ليا دور في المجتمع ولا لا، ولا طب ايه الدور كان بتاعي، طب ساهمت ازاي انا لو كان ليا دور بقى ونشرت الوعي وكده، ازاي قدرت اثر في الطلاب دي، وازاي قدرت اعمل سي في كويس قوي كده. بس الحمد لله وانا الموضوع كان بالنسبه لي حلو، لان انا من اول ما دخلت كليه ومن قبل ما ادخل كليه كمان انا كان ليا يعني اكتيفيتيز كتير. كنت كمان في الكليه كنت في اتحاد الطلاب، وكنت بعمل حاجات بره الكليه، فالموضوع كان بالنسبه لي حلو. والسي في بتاعي كان بالنسبه للوقت اللي انا موجوده فيه دلوقتي، يعني الوقت اللي انا كنت موجوده فيه طالبه لسه في سنه ثالثه، فالموضوع كان لحد ما كان كويس. المهم خلصت الانترفيو وقعدت شهر 2 3 ما فيش اي حاجه. طبعا قلقت لان هو يعني ليه؟ الموضوع بالنسبه لي كان غريب، اللي هو طب انا ليه ما حدش رد عليا، طب هو ممكن يكونوا ما اختارونيش او كده. خصوصا كمان ان في المجال بتاعي ما كانش فيه حد مقدم غيري، وكم كام نفر، فقلت ممكن بقى يعني هما خلاص حصل استكفاء واخدوا ممكن حد تاني غيري. المهم في شهر 5 جالي ايميل بيقول مبروك اللي انا اتقبلت في المنحه بقى. وكنت بجد مبسوطه قوي، اللي هو اخيرا يعني الموضوع بالنسبه لي كان مهم اكتر من اللي هو انا كنت بقى رايحه جديده، ولا انا مسافره رايحه بقى بلد جديده، ولا انا مسافره وكل الحاجات دي. لا كان مهم لان انا كنت حابه قوي قوي ادرس الحاجه دي هناك، وكنت حابه اشوف هناك المعامل شكلها عامل ازاي، نظام الدراسه، الدكاتره. فالموضوع بالنسبه لي بصراحه كان في شغف كمان، يعني اكتر من ان انا مبسوطه طبعا ان انا مسافره لاول مره، بس كان في شغف كمان للحاجه اللي انا رايحه ادرسها، فكنت بجد متحمسه قوي للحوار ده. المهم بقى بدأت اجراءات بقى السفر. اجراءات السفر بقى وانا طالبة اصعب بكتير من ان انا بعد ما اتخرجت، لان الورق كان اكتر وكانوا محتاجين اثباتات كتير قوي برجوعي لمصر بقى والحاجات دي. فالمهم بدأنا بأول خطوة، وأنا وأهلي اللي احنا نقدم على فيزا اليابان. بصراحة كانت واحدة من أسهل الفيز اللي أنا قدمت عليها. يعني أنا قدمت عليها يوم الحد، أنا فاكرة أنا قدمت عليها يوم الحد، الفيزا كانت طلعت يوم التلات. ف اول حاجه خلاص الحمد لله خلصناها الفيزا. بعد كده ندخل بقى على التصريح الامني. وطبعا لو حد بيتابعني طالب قبل كده سافر وكده عارف موضوع التصريح الامني ده بياخد وقت قد ايه. فالموضوع التصريح الامني ده انا قدمت عليه من فتره، وبعد كده بقى سبته، لان هو فعلا بياخد فتره طويله قوي لحد ما طبعا بعمله بقى تشيك وكل حاجه والورقه تيجي. بعد كده بدات اعمل الكشوفات الطبيه. كان في حاجات معينة كده كانوا عايزينها في الكشف الطبي، فبدأت ألف وأقعد أعمل كل الورق ده. وبعد كده جه ميعاد بقى السفر. هو كان من المتوقع ان احنا هنسافر في شهر اول 7 ونرجع في يعني 10/8 حاجة كده. المهم سافرنا، واول حاجة هناك اخدناها وهي كانت الكالتشر شوك، لان بالنسبة لنا الموضوع كان غريب قوي. والله بجد الموضوع بالنسبه لنا كان غريب قوي، كان صعب. كنا كلنا اول مره، لا مش كلنا، يعني كان في واحد زميلنا كان بيسافر دايما، بس يعني البقيه احنا كان بالنسبه لنا الموضوع صعب شويه نتاقلم ونتكيف مع الناس، لان اول حاجه بلد مختلفه، طبع غير طبعنا، الدراسه ذات نفسها مختلفه، مش بيدرسوا بالانجليزي وبيدرسوا طبعا بالياباني. الياباني كان بالنسبه لنا صعب، بس بدانا ناخد هناك كورسات ياباني علشان نوصل حتى يعني نوصل نعدي زي اي بي سي كده في الانجليش. فالموضوع اخد مننا وقت شويه لحد ما نتعلم ونتعود، بس هو اصلا ما كانش فيه وقت، وحرفيا احنا محتاجين نكاتشب على كل حاجه، لان احنا بالظبط قاعدين شهر و10 ايام، شهر واسبوعين يعني حاجه كده. فاحنا محتاجين نغطي كل حاجه من محاضرات ياباني الصبح عشان نحاول نظبط اللغه، لمعمل من الساعه 1 مثلا لحد الساعه 6 لحد الساعه 7 بالليل. شغالين حرفيا في المعمل، بناخد محاضرات وبنشتغل سكاشن. فالموضوع كان مكثف قوي قوي، بس كان بصراحة حلو. يعني انا بجد مفتقدة جدا الايام دي، لان كانت مغامرة حلوة وكانت ظريفة، واتعرفت فيها كتير قوي على نفسي وعن الشخصيات وعن الناس بره في السفر عموما، وازاي نتعامل، وازاي البني ادم يبقى لوحده معتمد على حاله وكل حاجة بيعملها لوحده. هي كانت فترة قصيرة قوي، ما كانتش طويلة، يعني اللي هو فعلا تبقى غربة، بس الواحد فعلا فيها اكتشف نفسه كتير. فبعد ما خلصت السكولرشيب بتاعت اليابان ورجعت الكلية، بدأنا واشتغلنا على اشتغلنا على مشروع التخرج، عشان كانت بقى بدأت السنة الرابعة بتاعتي وخلصتها، وقلت طيب انا ليه
بقى ما اقدمش على حاجه ليها علاقه بالماجستير، بما اني انا خلصت دلوقتي مرحله البكالوريوس بتاعتي، فانا محتاجه اشوف حاجه ماجستير. ادور بقى على طول؟ لا، انا بصراحه يعني انا مش عارفه هو في ناس بتعمل كده ولا لا، بس انا بالنسبه لي كان احسن ان انا اعمل جاب كده في النص ما بين البكالوريوس والماجستير، علشان بجد مخي اول حاجه محتاجه اريح مخي، لان انا اشتغلت كتير قوي، والفتره بتاعت الكليه كانت صعبه، وغير كده كمان جت علينا بقى فتره كورونا، فالامتحانات كانت غريبه، واخدنا محاضرات كانت بتبقى اونلاين، فالموضوع كان بيبقى مكثف، كان فيه ضغط كتير. فاحتجت فعلا ان انا اعمل جاب بقى كده واقعد ارتاح شويه، وفي نفس الوقت كنت بدور واشوف المنح والحاجات المناسبه ليا، عشان بقى لما اعمل لما اقدم على حاجه تبقى هي دي وتبقى مناسبه فعلا ليا. ويبقى كمان اول حاجه انا سافرت قبل كده، ويعني ورحت منحة، وكنت كاتبة خطة، وكنت كاتبة قصدي خطاب نية كويس، وكنت عاملة كل حاجة بس انا برضو محتاجة اطور من نفسي اكتر، محتاجة احسن من الموضوع ده، لان انا عارفة في نقطة معينة الموضوع ده هيفيدني، الموضوع اللي انا بطور من لغتي وكده ده هيفيدني اكتر. وفعلا دي حقيقة، لان انا لما هحمل لكم فيديو تاني هقول لكم فيه ازاي بدات اكتب خطاب النيه بتاعي، وايه هي الحاجات اللي قابلتني وكده. بس انا هقول لكم حاجه بسيطه دلوقتي، اللي هو انا فعلا لما بدات اكتب خطاب النيه بتاعتي لتاني بقى مره ولا لتالت مره، وبعد كده بدات اراجعه مع حد، بصراحه الموضوع كان بشع قوي، لان اكتشفت نفسي اللي هو انا عامله شغل كويس وعامله شغل حلو، بس لما حد تاني بيراجعه فالموضوع فعلا لا، ده محتاج شغل، يعني محتاج فعلا شغل ان انا بس. فبدأت بالفترة دي اتعلم ازاي بقى اكتب واتعرف اكتر عن منصات، مثلا على كورسات، حاجات تعرفني ازاي اقدر اكتب. فكنت خلصت من المرحلة دي، وفي نفس الوقت انا كنت برضو في اتصال مع الدكاترة بتوعي، ان هو انا في فترة ما هحتاج خطابات توصية، يعني لو حابة مثلا ممكن تساعدوني تكتبوا لي خطابات التوصية بتاعتي تاني وكده. بصراحة الدكاترة يعني كانوا محترمين جدا، هم لحد دلوقتي بصراحة بيساعدوني في حاجات كتير ببقى عايزاها. كانوا كويسين جدا، كانوا سبورتيف قوي، ساعدوني كتير، كتبوا لي خطابات توصيه بجد عظيمه، وبجد شكرا ليهم. والمهم بعد كده بدات احضر بقى، حضرت خطابات التوصيه حطيتها على جنب. طبعا هو اوقات بتبقى في منح محتاجه خطابات توصيه، وفي منح بتبقى محتاجه ان انت بس تحط الكونتاكت بتاع الدكتور ده، وهما بيتواصلوا اوتوماتيكلي معاهم، وهو الدكتور بيرفع خطابات توصيه بنفسه. فالمهم انا كنت عامله سكيور ده وده. اختبار اللغه بالنسبه لي كان الايلتس كان احسن بكتير قوي من التويفل، انا مش عارفه ليه بس انا بحبه، يعني انا بالنسبه لي الاختبار ده بحسه احسن شويه، حتى لو في ناس كتير بتقول لا انت ازاي، ده انت بتقعدي قدام حد وبتقعدي تتكلمي قدامه، والموضوع بيبقى فيه رهبه، مع ان لا في التوفل لا، انت بس بتتكلمي مع ماشين، او بتتكلمي مع كمبيوتر او آلة او whatever، بتتكلمي مع ايه، فده بيبقى احسن بكتير وبيبقى اسرع. بس انا بصراحه دايما بشوف ان الايلتس احسن بالنسبه لي، ده بناء على قرار شخصي. بس المهم بدات اتجه له هو اكتر، وكنت بذاكر بقى، ولو حابين يعني عايزين مصادر او حاجه ممكن اسيبها لكم برده في الفيديو ده، او ممكن اعمل فيديو اتكلم فيه اكتر عن اهم المصادر واهم الحاجات اللي ممكن تذاكروا ليها الايلتس. المهم بدات اذاكر وظبطت اللغه، والحمد لله انا كده كده اللغه عندي كانت كويسه، بس بدات اظبطها اكتر بس. وبدات اظبط اللغه والدنيا الحمد لله كانت كويسه. بس انا كان في حاجه حلوه قوي بالنسبه لي، ان هو انا البرامج بتاعتي اللي انا كنت بختارها في ايراسموس ما كانوش طالبين شهاده لغه، يعني هما كانوا طالبين لو انت حاطط شهاده لغه تمام مفيش مشكله، بس لو انت مش حاطط شهاده لغه وانت كنت دارس بالانجلش قبل كده لمده ال4 سنين بتوعك او ال5 سنين في فتره الكليه، وكل حاجه كانت بالانجليزي، وانت اصلا يعني عندك قابليه ان انت تتكلم انجليزي كويس، فانت ممكن ترفق شهاده من الكليه تفيد ان انت كنت دارس بالانجلش قبل كده. وبعد كده ممكن هنعمل معاك اكسبشن وهنعمل معاك انترفيو عشان نشوف اللغه بتاعتك كويسه ولا لا. فانا بالرغم ان انا كنت مخلصه اصلا الاختبار، وكنت يعني مخلصه الايلتس ومخلصه كل حاجه، بس قلت طب ليه لا برضو ما ارفع كمان الشهاده بتاعت الكليه دي. بس انا بعد ما كتبت يعني هم كانوا كاتبين كده على الويب سايت، بس بصراحه كان في كذا حد بيشككني بيقول لي لا بلاش تعملي الموضوع ده. بس انا اصلا لما بعت ايميل للكوردينيتور وسالته عن لو انا طب دلوقتي انا معايا الشهاده دي ومعايا الشهاده دي، لو رفعتهم الاثنين هيبقى عادي وبتاع كده، هو اصلا رد عليا قال لي انا لو رفعت الايلتس بس لوحدها فتمام، لو رفعت الشهاده بتاعت الكليه اللي بتفيد ان انا دارسه بال4 سنين بالانجلش فدي برضو لوحدها كافيه وتمام، وهنعمل معاكي انترفيو مش مشكله.
فالمهم رفعت الشهادات وخلاص وكل حاجه كانت تمام. فخلصت المرحله دي، وبعد المهم بدات اظبط الابليكيشن بتاعي. اول حاجه انا ما اخترتش برنامج واحد، لو انتوا شفتوا الفيديو اللي فات فانا اتكلمت في الموضوع ده، اللي هو في ايراسموس انت متاح ليك تختار up to one program I think. بس انا اخترت فوق الواحد، انا اخترت 3 برامج. هو دلوقتي حاليا ممكن تختار 4 أو 5. هو بس الفتره اللي انا كنت بقدم فيها بتاعت السنه اللي فاتت انا كان up to اللي هو 3، يعني هو الماكسيموم بتاعك 3. بس انا اخترت هما ال3 بس دلوقتي لو حد مقدم جديد ممكن تختاروا اكتر من 3 فعادي. المهم انا اخترت ال3 برامج دول في المجال بتاعي، في مجال تخصصي. وبدات اعمل كل ابلكيشن لوحده، لان بقى في حاجه في ايراسموس، هي ايراسموس مش نظام ان انت بتقدم على المنحه بس وبترفق الورق مره واحده بس وخلاص. وللاسف الموضوع بيبقى اطول من كده شويه. ليه بقى؟ لان انت بتحتاج كل برنامج انت بتقدم عليه بتحتاج خطابات توصيه من 2 ل3. دي بتبقى حاجه. تاني حاجه خطاب النيه، وطبعا السي في، طبعا شهاده اللغه، الحاجات دي كلها بتبقى مكرره، بس في كل واحد منهم بتحتاج خطابات توصيه منفصله موجهه للبرنامج ده، وبتحتاج الخطاب النيه بتاعك اللي انت بتكتبه طبعا منفصل وموجه للبرنامج ده. فا overall يعني انت بتحتاج حوالي 3 خطابات نيه منفصلين، وبناء على 6 7 كده ولا 8 خطابات توصية. هو انا عارفة الموضوع كبير وموضوع كتير، والورق حرفيا هيبقى كتير قوي، بس بيبقى يعني بيبقى كويس لسبب واحد، لو هو انتوا بتقووا نسبة القبول بتاعتكم، بدل ما نقدم على برنامج واحد بس ويبقى يا اما يا اما لا. طب ما احنا ممكن نقدم على 3 وممكن نقدم على 4، وممكن واحد منهم هيجي. يعني انتوا بتبقوا حاسين واحد من دول لو ما ظبطش في البرنامج ده فممكن هيظبط في البرنامج التاني، لو ما ظبطش في التاني فاكيد هيظبط في التالت وهكذا. فانتوا بتبقوا حاسين ان في حاجه منهم بتظبط، احسن ما تبقى هي تشانس واحده بس، ويا اما يا اما لا. فالموضوع فعلا بيبقى صعب قوي لان الرساله بتاعت الرفض من اي منحه مهما كانت الناس بتقول عادي كده، بس بجد الموضوع بيبقى صعب قوي لما تحس ان انت حطيت مجهود كتير قوي في حاجه وفي الاخر تترفض على حاجه انت مش فاهم هو ايه السبب. اوقات في منح بتبعت فيدباك بس اغلبهم ما بيبعتش حاجه، فالموضوع بيبقى صعب. فالمهم ده الورق المفروض بيبقى اساسي. بعد كده بتبقى في ورقه تانية اغلبها في ايراسموس بيطلبوها، بس انا بصراحه لحد دلوقتي مش فاهمه ايه السبب بتاعها، اللي هي حاجه اسمها اثبات الاقامه لمده 5 سنين، اللي هو انت بتثبت اللي هو انت قاعد في البلد بتاعتك لمده 5 سنين. طبعا انا بقى في الفتره دي، في السنه دي اللي انا كنت قاعداها، انا ما كنتش قاعده بقى يعني حرفيا مش بعمل اي حاجه غير اللي هو انا قاعده عماله بكلم في دكاتره، يا جماعه والنبي يعني اكتبوا لي خطوات توصيه واعملوا لي عشان ابقى اقدم على برنامج ده وده وده وده. و... وكنت قاعده طبعا بظبط في الكتابه بتاعتي، عماله بكتب ليل نهار حرفيا، عماله بكتب وببعت للناس ويراجعوا لي ويعملوا لي. وبعد كده كنت بظبط برضو الاختبار اللغه من الناحيه التانية، عشان لو لا قدر الله شهاده اللغه الشهاده بتاعت الكليه ما نفعتش يبقى في طبعا بديل تاني. فالمهم قعدت سنه كامله طبعا كنت بقى بشتغل، ويعني الموضوع كان حرفيا كانت سنه المفروض اللي هي كنت بعمل فيها بريك علشان اريح دماغي، بس انا بوظت الدنيا. بس الحمد لله الموضوع جابني يعني جاب فايده. المهم جه بقى الميعاد بتاع التقديم بتاع ايراسموس، كان بدأ في 10/12/2022. 10/12/2022. المهم بقى في 10/12/22 الكول بتاع البرامج اللي انا كنت مختارها فتح، فبدأت بقى اقدم على كل حاجة لوحدها. الموضوع حاساه اللي هو ممكن ما خدش مني وقت شويه ساعه التقديم، بس في سبب واحد اللي هو انا اصلا كنت بادئه قبلها بسنه، وهو انا اصلا الموضوع كان بادئ معايا من بدري قوي. في وقت التقديم ما كنتش حاسه نفسي متاخره بقى او متلهوجه او حاسه اللي هو انا يلا عايزه اقدم على هنا وهنا وهنا وخايفه من الديدلاين ده او كده. عشان كده في فيديو من الفيديوهات اللي كنت بتكلم فيها قلت يا جماعه الناس اللي بتقدم يا ريت ما تسيبوش اي حاجه لحد لاست مينيت، لان الموضوع فعلا بيبقى صعب قوي تكاتش على كل حاجه، بتغطي كل حاجه موجوده في متطلبات المنحه، لان انتوا بتقدموا في ايراسموس، انتوا مش بتقدموا على برنامج واحد، انتوا بتقدموا على اكتر من واحد. فلو انتوا سبتوا نفسكم لحد اخر لحظه
طبيعي حاجه هتقع، طبيعي اي حاجه منكم هتقع. الحاجه دي كانت نصيحه من حد من زمايلي اللي كانوا واخدين منحه قبل كده، كان قايل لي عليها لما تيجي تقدمي على اي منحه خلي عندك وقت كبير قوي لحد ما تظبطي الورق بتاعك وتراجعي وكل حاجه، عشان لما تيجي تعملي سبميت للابلكيشن بتاعك ما ترجعيش تقولي ايوه ده انا نسيت الحاجه دي، ده انا ما عملتش مثلا، ما راجعتش الحته دي كويس، ده انا نسيت اراجع الورق بتاعي، ده انا في حاجه نسيتها، باسبور بقى ولا ورقه معينه ولا اي حاجه انا نسيتها. فما ترجعيش بعد كده في الاخر تتضايقي. فاهم حاجه تكوني مظبطه الورق بتاعك ويكون في فتره كويسه. فالمهم بدات اقدم وظبطت الدنيا والحمد لله اتقبلت وكل حاجه تمام. فانا بقى ليه عامله الفيديو ده؟ اول حاجه ان ناس كتير بتقول ان ده حظ، انا معرفش ايه ده، بس ناس كتير حرفيا بتقول ده حظ. بس يعني من وجهة نظري ومن زمايلي ومن الناس والناس اللي حوالينا عموما اللي واخدين بقى منح او مسافرين بره وكده، الموضوع بعيد كل البعد عن الحظ. لسبب واحد، لان احنا بنتعب في الحاجه دي. يعني انا بتعب علشان اعمل ابلكيشن، بتعب عشان احسن من نفسي، بتعب علشان ادور على برنامج كويس يكون فعلا كواليفايد ليا ويقدر يضيف لي، مش ان انا اخد حاجه واسافر بيها وخلاص. فالموضوع فعلا بيبقى صعب ان احنا نلاقي حاجه. ففكره اللي هو انتوا تقولوا حظ ولا كده، الموضوع بعيد كل البعد عن الحظ، لان لو حظ كانت ناس كتير قوي اتقبلت في منح وكانت ناس كتير قوي سافرت. فالموضوع بيبقى يعني هو تعب حرفيا، بس في الاخر بتبقى النتيجه انتوا بتعملوا الحاجه. تاني حاجه بقى بصوا، لان في حد بعتلي بيقول لي طب ما انا لو قدمت على كذا برنامج في erasmus والكذا برنامج ده عرفوا ان انا مقدم عليهم، فهم ممكن هم تلاتة يرفضوني. فانا مش عارفه ايه صحه الكلام ده، لان انا شخصيا عملت ده. يعني انا عملت ده، انا قدمت على 3 برامج، اتقبلت الحمد لله في 2 فيهم موال بالكامل، والتالت انا كنت فيه انتظار. فانا عملت الموضوع ده. فانا مش عارفه هي الناس بتجيب الكلام ده منين. بس طيب ماشي، حتى لو الموضوع كده جرب بنفسك. يعني انت ما تسمعش كلام حد، انت جرب بنفسك وقدم وشوف ايه اللي هيحصل. والله بجد متوتر قوي وخايف الموضوع ده وكده، ابعت ايميل لحد من الكوردينيتور في البرامج اللي انت محتاجها، ووضح له كل اللي انت خايف منه، كل الداوتس اللي عندك، وشوف هو هيقولك ايه. يعني حتى لو انت بتشوف ناس مثلا ناس اخدتها، يعني انا سبيل المثال انا خدت ده وانا عملت ده، ناس فعلا اخدت الموضوع ده، انا اخدته اهو. يعني انا ما مشيتش ورا كلام حد وانا اخدت المنحه وانت مش شاكك ومقلق، فانت عندك المسؤولين ذات نفسهم عن البرامج دي ممكن تسالهم. فالموضوع يعني سهل جدا وبسيط وتقدر تتحقق منه بسهوله. بس اهم حاجه ان احنا نجرب، حتى لو احنا الحاجه دي اصل احنا مش دافعين فيها حاجه حرفيا. انتوا كل اللي انتوا بتعملوه محتاجين حاجه واحده، محتاجين لابتوب ومحتاجين انترنت، بس انتوا مش محتاجين حاجه تانية. وهتقعدوا وتقدموا وهتظبطوا الورق بتاعكم وهترفعوه، والله اتقبلنا تمام هنمشي في الاجراءات، ما اتقبلناش فهنشوف حاجه تانية غيرها او هنحاول تاني whatever يعني الموضوع. بس ادوا لنفسكم فرصه ان انتوا تجربوا بنفسكم من غير ما تحكموا على الموضوع من بره. تالت حاجة وهي التقدير مهم. انا مش بقول لا، حاجة مهمة ولكن مش اهم حاجة موجودة. يعني خلينا نكون ناس صريحة، الناس اللي بتبقى حرفيا مموتة نفسها في الكلية على التقدير وعلى بقى اللي هو انا لازم اجيب بقى امتياز في كل حاجة، ولا انا اجيب مش عارفة. مش بقول لكم ما تعملوش ده، اعملوا ده، بس ادوا فرصة للجانب العملي شوية، او ادوا فرصة للجانب السوشيال بتاعكم شوية، بحيث لما انتوا لما تقدموا على اي حاجة يبقى في فرصة ليكوا، يبقى ليه في مكان ليكوا وسط الناس دي. لان زي ما قلت قبل كده وهفضل اقول ده كتير، ان في اوروبا امريكا عموما في دول الغرب الموضوع بتاع اللي انت بتتدرب في حته، اللي انت اتطوعت في حته، اللي انت شغال في المجتمع بتاعك، اللي انت ليك اثر في اي حاجه، الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. انا مفيش حد من زمايلي حتى ناس من بره البرنامج بتاعنا مفيش حد فيهم حرفيا ما اتدربش او ما اتطوعش في اي مكان. انا عندي زمايلي، يعني انا عندي زمايل في البرنامج بتاعي ده، في ناس اتطوعت من بلدها وراحت دولة تانية في اوروبا هنا عشان تتطوع وتقعد فيها 3 4 5 شهور يتطوعوا فور فري من غير اي حاجة، وبعد كده يرجعوا بلدهم تاني علشان ياخدوا بس الشهادة من المكان ده اللي هم اتطوعوا، فلما يجوا يحطوه في السي في بتاعهم يعمل فاليو للسي في بتاعهم. فالموضوع التقدير مهم،
ولكن برضو الحياه الاجتماعيه والسوشيال لايف بتاعتكم برضو مهمه، فلازم نهتم بيها قوي، لان للاسف الفكره دي مش موجوده قوي في مصر عندنا، او على الاقل الفتره بتاعتي ما كانتش موجوده قد كده. بس اتمنى بجد ان الناس تاخد بالها في فتره السنين الكليه، بجد مهمه قوي عشان تبنوا بيها شخصيتكم، وعلشان بعد كده حتى قدام هتبين لاي هيئه او اي منظمه بتقدموا عليها اللي هو انتوا في ايام الكليه بتاعتكم انتوا فعلا اتطوعتوا، انتوا اتدربتوا، انتوا عندكم خبره، انتوا عندكم اثر في المجتمع، انتوا عندكم اثر في زمايلكم، انتوا عندكم اثر في طلاب، في اطفال، في اي حاجه. لان بصراحه التقدير لو يعني لو على يعني على موضوع التقدير، اي حد يعرف يجيب تقدير من الاخر. يعني انا مش هجمل الكلام، اي حد يعرف يجيب. احنا لو قعدنا كل يوم على الكتاب 3 4 ساعات بنذاكر فعلا بذمه وضمير، احنا في اخر السنه لما نخش الامتحانات هنجيب تقدير. انا ذات نفسي كنت بعمل كده، انا كنت مثلا بذاكر في اليوم ساعه ولا ساعتين، فبعد كده لما خرجت من الكليه انا كنت جايبه تقدير كويس. بس في نفس الوقت انا كنت مهتمه بالجانب قوي الاجتماعي والحاجات دي. لو ممكن كنت اهملت شويه الجانب الاجتماعي او السوشيال لايف اللي انا كنت عاملاها، واتجهت اكتر اللي انا اجيب بقى تقدير عالي قوي قوي قوي، انا كنت اقدر اعمل ده. بس انا كنت بوازن ما بين الاتنين. فادوا فرصه لنفسكم اللي انتوا تقدروا توازنوا ما بين الحياه الاكاديميه، وان انتوا تركزوا طبعا انتوا تجيبوا تقدير كويس. لان برضو في الاخر المنح بتبقى طالبه، مش بتبقى طالبه تقدير عالي قوي قوي، بس تبقى طالبه تقدير مقبول، يعني تقدير كويس، يعني من اول مثلا جيد جدا لطالع. فادوا فرصه ان انتوا توازنوا ما بين الحياه الاكاديميه والحياه الاجتماعيه بتاعتكم. رابع حاجه، مش لازم وانا في الكليه انشر بحث. عادي عادي قوي، انا ما نشرتش. في حد كلمني في الموضوع ده وبرده قال لي اللي هو محتاج ينشر كام بحث، يعني هو مش عارفه هي كانت في تانية ولا في تالتة حاجه كده. المهم قالت لي او انا محتاجه انشر كام بحث في الكليه علشان لما اقدم على منحه هيبقوا طالبين مني عدد معين من الابحاث وكده. مفيش الكلام ده نهائي، ولا منحه بتطلب الموضوع ده. انت لو ضفت حاجه زي دي بحث ولا حاجه، وده هيبقى كتر خيرك قوي. لو ضفتوا حاجه زي دي فدي حاجه كويسه ممكن تتاخد بعين الاعتبار، اللي هو ده الشخص ده نشر بحث او عمل ريفيو ارتكل او اي حاجه، ولكن ملوش علاقه تماما بالقبول بتاع اي منحه. انا اتقبلت في، يعني سواء في المنحه بتاعت اليابان او المنحه اللي انا فيها دلوقتي دي، انا اتقبلت من غير ما انشر ولا حاجه، ولا لحد دلوقتي انا ما نشرتش اي حاجه. يعني انا لسه ما اشتغلتش على الرساله بتاعتي. نشر بحث من عدمه مش مقياس خالص على ان انتوا تتقابلوا في منحه ولا حاجه. بالعكس، هما بيبقوا اوقات كتير جدا بيفضلوا ان الشخص ده يكون لسه ما عندوش درايه قوي بالمجال او بالحاجه اللي هو هيعملها، وهو حابب قوي يتعرف او اكتر عن المجال. لان هما في نقطه، احنا مش هناخد حد اوفر كواليفايد، يعني احنا حد اوفر كواليفايد قوي طب ده احنا هنعمل بيه ايه؟ لا، احنا بنحتاج برضو الناس اللي هي بتبقى لسه شويه محتاجه خبره، محتاجه تدرس اكتر، محتاجه تعرف اكتر، عندها شغف اللي هي تعمل حاجه زي دي. فنشر البحث من عدمه زي ما قلت مش مقياس. عندكم بحث ماشي، ما عندكوش عادي، ولكن ما يبقاش سنك 20 سنه ولا حاجه وتنشروا 5 ابحاث ولا 6 ابحاث ولا 3 ولا 4. الموضوع ده بجد غلط جدا، يعني لان هنا هيكشفوا الموضوع ده هم هيكشفوه، اللي هو انت ازاي في سن صغير قوي كده ونشرت كل الابحاث دي، يبقى في كده في حاجه غلط في الموضوع. خامس حاجه برضو، هل انا لازم يكون عندي الخبرات المعمليه، اللي هو انا ازاي اعرف اشتغل في المعمل واكون شاطر قوي في الحاجه دي، وابقى عارف ازاي بعرف اعمل كل حاجه في مجالي؟ فبرضو لا، ملوش اي علاقه. لان في حاجه هنا، في حاجه في الاراسموس بالذات بيكون اسمها internship، تبقى في النص كده ما بين السمسترز، بتروح على اي جامعه او اي معهد بحثي وبتشتغل معاهم لمده شهرين 3، فبتاخدوا خبره كويسه قوي في الحاجه دي، بيبقى عندكم سكيلز حلوه كمان. فالموضوع مش بيكون مقياس. اللي انت لو عندك خبره معمليه كويسه قوي مش مقياس برضو في القبول ولا لا. كده كده انتوا لما تيجوا هنا هتتعلموها. في يعني لو انتوا عندكم السكيلز دي، فانتوا لما تيجوا هنا انتوا هتنموها، تمام، هتنموها عادي. ولكن لو انتوا ما عندكوش اصلا السكيلز دي فعادي مفيش مشكله، قدموا. ولما تيجوا هنا كده كده برضه زي ما انا قلت، اراسموس ريسيرش بيز، يعني هو انا ما اعرفش كل البرامج ولا لا، بس عموما البرنامج بتاعي انا هو ريسيرش بيزد. يعني فما بين كل سمستر والتاني انا بتدرب في حاجه. حتى يعني من ضمن السمسترز نفسه، يعني في الترم الاولاني بتاعي
انا كان في اسبوع كده كنا بنتدرب فيه على تكنيكس معينه، سواء بنتعلم مثلا على لغة ار، او ممكن مثلا بننزل المعمل بنشتغل على تكنيك معين، ازاي نعزل بكتيريا، ازاي مش عارف ايه. فالحاجات دي بتبقى من ضمن البرنامج بتاعك، فانت شوف البرنامج بتاعك بيبقى عبارة عن ايه وحاول تتكيف معاه. بس فكرة اللي هو انت عندك الخبرة دي ولا لأ، فالموضوع عادي مش بيفرق، لان انت كده كده مع الوقت بتتعلموها، ولما تيجوا هنا فالموضوع ده بيبقى كتير قوي، وبتبقى فيه internships في الهبل تقدروا تشتغلوا عليها وتشتغلوا على التكنيكس بتاعتكم وتنموها، فما تقلقوش من الموضوع ده. تانية برضو في سؤال جالي وانا برضو حبيت ارد عليه هنا. انا عارفه والله ان في ناس كتير جدا بيبقى نفسها تسافر، في ناس كتير بيبقى فعلا حابين يكملوا سواء دراستهم بره او حاجه، بس للاسف المنح او عموما المنح الريسيرش دي او الاكاديميك بتبقى هي مرتبطة بطلاب الجامعات. يعني انت لو خريجين جامعة بس، فهي المنح تبقى للأسف لطلاب الجامعات. لأن أنا جالي سؤال بيقول لو أنا خريج صنايع 5 سنين وحابب ان انا اكمل هندسة، فينفع ان انا اقدم على منحة واقدر اعمل اعادل بره او اخد الشهادة من بره؟ فهو للاسف لا، على حد علمي انا وخبرتي في المنح دي، سواء راسموس فولبرايت، تشيمينينج، المنح دي، فهو لازم تكونوا خريجين جامعة حكومية او جامعة خاصة whatever، بس اهم حاجة تكونوا خريجين جامعة، والتقديم بيكون لطلاب الجامعة بس. حاجة تانية حبيت برضه اتكلم عنها، ودي كانت مشكلة معايا انا شخصيا لحد ما فعلا عرفت اظبطها. احنا يا جماعة لازم نتعلم ازاي نعرف نكتب ايميل جامعي اكاديمي بشكل منظم، لان الموضوع ده فعلا اخد مني وقت كتير قوي 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 لحد ما اتعلم هو يعني ايه اساسا ان انا اكتب ايميل بروفيشنال او ايميل جامعي بشكل كده محترم، بحيث اخلي الدكتور يرد عليا بحاجه ابقى انا فعلا عايزاها منه. لان انا الاول لما كنت بكتب الايميل انا كنت بيبقى بالنسبه لي انا شايفه ان انا كاتباه حلو، انا شايفاه كاتباه حلو قوي ومنظم وكده. بس بعد كده لما خليت حد من صحابي يقراه بالصدفه، قال لي يا علياء هو انت كاتبه الايميل بطريقه اجريسيف قوي، اللي هو انا فعلا بطلب من الدكتور اللي هو انت هات الحاجه اللي انا عايزاها منك دي، او ابعت لي الماتيريال دي. فالموضوع انا حسيته اللي هو لا، يعني لا، ده انا فعلا محتاجه اظبط الحاجه دي. لما بدات ابص للموضوع ده من زاويه تانية شويه، اللي هو لا فعلا ده انا طريقتي اجريسيف، ده انا بتكلم مع الدكتور بصيغه امر، ده انا طريقتي مش حلوه. مع ان انا ما فيش حد قبل كده قال لي عن الموضوع ده حاجه خالص، او ما فيش حد كلمني خالص عن الموضوع ده. بس لما جيت هنا بدات اكتشف نقط معينه انا ما كنتش عارفاها او ما كنتش سمعت عنها قبل كده، فبدات اركز بقى في النقط دي. ففكره اللي هو انتوا بقى تبداوا تتعلموا من دلوقتي كده وانتوا في مرحله الكليه ازاي نعرف نكتب ايميل بروفيشنال يكون اكاديمي بشكل صحيح بلغه كويسه، ده هيفرق معاكم جدا. لان هنا الحياه كلها عباره عن ايميلات، هنا انتوا حياتكم كلها ماشيه مع ايميلات. انا عشان قاعده في السكن الجامعي بتاعي هنا عشان اطلب الكيت بس بتاعت الاكل والحاجات دي انا طالباها بايميل، فتخيلوا كل حاجه حرفيا هنا بايميل. علشان لو تاخدوا الحاجه اللي انتوا عايزينها فلازم يبقى عندكم لباقه ويبقى عندكم حسن التصرف كده في اللي انتوا ازاي تعرفوا تكتبوا الايميل، وازاي تعرفوا تاخدوا الحاجه اللي انتوا عايزينها من غير ما يتقال عليكم اللي هو انتوا اجريسيف قوي، او ان انتوا مش عارفين تكتبوا، او ان انتوا طريقتكم صعبه، او ان انتوا بتأمروا. الحاجات دي كلها بتفرق قوي هنا. حاجه تانية انا حابه اقولها ان انتوا اول ما تيجوا هنا انتوا ما تتخضوش تماما، لسبب ان هتلاقوا زمايلكم او الناس اللي بتدرس معاكم الناس دي مسابقاكم بقى بسنين ضوئيه، يعني حرفيا مسابقينكم بسنين. ف انتوا ما تتخضوش، ما تتفزعوش اللي هو انتوا جايين ومش فاهمين حاجه، ده ايه ده انا ما درستش حاجه، ده انا ما خدتش حاجه في الكليه. هو الموضوع مش بيبقى كده خالص، بالعكس. يعني التعليم هنا شبه التعليم في مصر، ماشي. هو الفرق ماتيريال بس مش اكتر، والحاجات اللي الجامعه بتوفرها، ولكن اغلب الطلاب هنا هم معتمدين على حاجه واحده بس اسمها اللي هي السيلف ليرنينج. فالناس هنا معتمدين على نفسهم اعتماد كلي، اللي هم بياخدوه في الكليه ده يمكن بتاع 5% بس من النولج اللي هم بعد كده بياخدوها من بره الكليه. انا مكنتش عارفه الموضوع ده طبعا، فاول ما جيت انا حصل لي بانيك اتاك من كل المعلومات وان الحاجات العيال بيبقوا عارفينها وانا قاعده مش عارفاها حتى لو في مجالي. فبعد كده بدات اسال بصراحه في الموضوع ده، وكلمت حد من الدكاتره بتوعي، لان انا الموضوع ده كان عامل لي زي يعني كان عامل لي بانيك كده، ان هو انا مش فاهمه هو في العيب فيا ولا العيب فيهم، ولا العيب في الماتيريال، ولا هو في ايه بالظبط.
فكلمت حد من الدكاتره وقالوا لي فهموني بقى النظام هو هنا عموما في اوروبا وامريكا وكده هو ماشي ازاي، ان هم الطلاب فعلا بيبقوا معتمدين على نفسهم. فانتوا على قد ما تقدروا طول ما انتوا في فتره الكليه قبل التقديم على اي حاجه ابداوا اعرفوا اكتر عن مجالكم، ابداوا تعمقوا اكتر في المواد اللي انتوا بتدرسوها، وخلوا عندكم نوليدج. خلوكوا دلوقتي يعني انتوا مسابقين اكتر. لو في ناس مثلا بتدرس في كليات علوم ولا كده، فيا جماعه تعلم البرمجه مهم قوي. انا مش بقول كده بقى زي الناس تعملوا في البرمجه علشان تقبضوا بالدولار او مش عارفه تاخدوا كام في الساعه او الكلام ده، لا، ولكن تعلم البرمجه مهم قوي قوي. انا للاسف بدات الموضوع ده متاخر، يمكن انا بداته من السنه اللي فاتت لما كنت هنا، وما زال للاسف وانا لسه في مرحله البيزكس في الموضوع ده، بتعلم لسه بكتشف الار. طبعا انا يعني في ناس ممكن تضحك عليا، بس انا حرفيا لسه بكتشف الار وبحاول اتعامل معاه. فالموضوع ده هيفيدكم قوي 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 لو في ناس بقى اللي حابين يكملوا في العلوم عموما، سواء بقى ايكولوجي، بيولوجي، فالحاجات دي كلها هتفيدكم يعني. زي ما قلت وبقول تاني، هنا ما بيهتموش بدرجات، بس يعني دي نقطه. هنا حرفيا ما بيهتموش بدرجات. عديت الماده بتاعتك انت تمام، انت زي الفل، انت جميل. ما عدتش الماده بتاعتك فهو كده كده بيبقى فيه ريتيك ليها. هنا بيهتموا بحاجه واحده بس، وهو انت اتعلمت ايه من الماده دي، انت استفدت ايه منها، وبناء على كده اغلب امتحاناتي يعني انا الحمد لله بجيب درجات كويسه، الحمد لله بجيب درجات كويسه في كل سمستر بشتغل فيه. ولكن في نقطه هنا معينه، ان هم بيقيسوا مدى فهمك للماده بتاعتهم. فبيحصل ايه بقى هنا ما عندناش حاجه اسمها امتحان ريتم بقى زي عندنا مثلا في الدول بتاعتنا كده، او عموما عندنا في مصر. ما عندنا هنا مفيش حاجه اسمها امتحان ريتم انت تقعد تدش الماده كلها. لا، هنا في انت بتعمل برزنتيشن او بتعمل زي ريفيو ارتكل كده، طبعا مش بتتنشر، بس هو الدكتور بيراجعها ويشوف بقى طريقه كتابتك، انت عامل سايتيشن ولا لا. سايتيشن بيشوف طريقه القائك ازاي، انت مقسم البرزنتيشن بتاعك بناء على ايه، عامل انترودكشن، عامل البادي بتاعه، بعد كده عامل كونكلوجن، حاطط ريفرنس ولا لا، بتتكلم ازاي، بتناقش بعد كده ازاي. وبعدين مش بيبقى دكتور الماده بس اللي بيبقى موجود ساعه البرزنتيشن، ده بيبقى ممكن 3 4 دكاتره قاعدين، كل واحد منهم بقى بيسال يعني هيصة اسئله، حرفيا اسئله كتير قوي، وانت لازم تجاوب بشكل منطقي. لازم يبقى عندك اللي هو التفكير النقدي ده، اللي لازم تبقى عندك سرعه بديهه، اللي انت ترد على طول وتجاوب وتحاور الدكتور حاجه مش فاهمها، تبدا تجيبها بشكل اللي هو طب هو انا مش فاهم الحاجه دي، بس انت ممكن تفهمني ليه هو حصل الموضوع ده، لان انا ما راجعتهاش، انا ما شفتهاش. فالموضوع بيبقى عامل فعلا زي مناقشه حقيقيه. فده اللي انتوا بتستفيدوه هنا في وجودكم. ما تسمعوش كلام حد خالص، الا يعني انتوا لو عايزين تقدموا فانتوا قدموا بنفسكم. مفيش حد هيقول لكم ايه الصح وايه الغلط الا لما انتوا تشوفوا الحاجه دي بنفسكم. والله انا البرنامج ده عاجبني وشايفاه ان هو مناسب ليا ومناسب لمهاراتي ومؤهلاتي وخبرتي وكل حاجه، يبقى انا هقدم في الحاجه دي. مش معنى ان الحاجه دي بالنسبه لي ان هي ممكن تناسب غيري، لا طبعا. فانا اشتغل على الحاجه اللي انا فعلا شايفها مناسبه ليا، مش اي برنامج اقدم عليه وخلاص. وان دي مشكله كبيره قوي بتسبب رفض الناس كتير، اللي هو برضو بسبب النقطه دي، اللي هو انتوا بتقدموا على اي برنامج معدي وخلاص بهدف اللي انتوا عايزين تسافروا، وده غلط يا جماعه. لازم تقدموا على الحاجه اللي انتوا فعلا شايفينها مناسبه ليكوا، وشايفينها اللي هي تنفع اللي انا اقدم عليها، ودي مناسبه لخبراتي ومناسبه. تاني حاجه ان الشخص اللي اخد منحه قبل منك ده مش احسن منك ولا حاجه، بالعكس ده شخص بس هو سبقك بخطوه مش اكتر. فلو في ناس اخدت منحه قبل كده مش معنى كده ان هي دي الناس دي شاطره والناس دي عبقريه والناس دي عظيمه قوي، لا. الناس دي بس دي اجتهدت وكانوا عارفين هم عايزين ايه، فلما قدموا طبعا بتيسير ربنا هم اتقبلوا. فلو في فعلا ناس اتقبلت فمعنى كده ان انت في فرصه ان انت كمان تتقبل، بس هو الموضوع محتاج شويه وقت، محتاج شويه صبر، وكمان محتاج ان احنا نشتغل على نفسنا بشكل احسن ونطور من نفسنا كل يوم. وانا شايفه بصراحه ان الفتره دي بتاعت الكليه اللي انتم موجودين فيها دلوقتي دي احسن فتره تقدروا تطوروا فيها من مهاراتكم. طيب انا هنا حبيت اعرض للناس ازاي تقدر تلاقي برنامج إراسموس، بان الناس كتير جدا حسيت ان هي بتتوه علشان تلاقيه، فحبيت بس اسجل كده عشان اوريكم ازاي تقدروا توصلوا للبرنامج اللي انتوا عايزينه. اول حاجه بندور عليها وهي بنروح على الخانه بتاعت إراسموس ماندس كاتالوج، واول ما بنلاقيها بنبدأ ندخل عليها وبنلاقي فيها كل البرامج اللي احنا محتاجينها، عشان في ناس كتير جدا بتتلخبط ومش بتبقى عارفة تلاقي فين البرامج اللي هي عايزاها.
فبنبدأ نشوف كل البرامج. هو غالبا بيبقى موجود من 190 ل200 برنامج، وكل برنامج بتبقى على بعض، فانتوا محتاجين تفلتروا عشان تلاقوا البرنامج اللي انتوا عايزينه. وهنا تقدروا تفلتروا عن طريق البلد او عن طريق التخصص بتاعكم او عن طريق الجامعة اللي انتوا حابين تدرسوا فيها، او كمان سواء عايزينها سنة واحدة او سنتين. بس هو إراسموس عموما اغلب البرامج بتاعتها بتكون لمدة سنتين كاملين. وهنا بتكون كل الجامعات المشاركة موجودة، بس انا بالنسبة لي بحب دايما لما افلتر عن طريق التخصص، واشوف التخصصات الحاجة اللي انا درستها والحاجة اللي انا حابة ادرس فيها، وبناء على كده بختار التخصص بتاعي. هنا برضو بيكون عن طريق السنة، بس هو الموضوع ده برضو مش بيفرق قوي سواء البرنامج بتاعك شغال او لأ. فانت كده كده لما بتدخل جوه البرنامج بتعرف هو فعلا البرنامج ده لسه بيبقى موجود ولا لا. فانا هنا هختار عن طريق التخصص، بان انا خريجة علوم فهختار الانفايرمنتال واللايف ساينس، وهنشوف كل البرامج اللي بتبقى موجودة دي. هنا كل البرامج اللي بتبقى متاحة في المجالين دول، وهنختار واحد منهم اللي هو البرنامج حاليا اللي انا بدرس فيه، وهنشوف المتطلبات بتاعته، الاوراق والتقديم وكل حاجه. ده البرنامج اللي بدرس فيه حاليا. هو بيكون عباره عن لينكين، انا هقول لكم كل واحد فيهم بيبقى ايه الهدف بتاعه. اول اللينك اللي احنا بندوس عليه ده بيكون البرنامج، وبتكون الشروط بتاعته وكل حاجه، سواء بيقسموا لكم السمسترز بتاعتكم، كل سمستر هتدرسوا ايه، بتبقى كل التفاصيل بتاعته موجوده. وبعد كده بنروح للبيج بتاعه الادميشن، وبنشوف الورق وكل حاجه احنا محتاجينها. ولو شفتوا دلوقتي هتلاقوا اللي هم قايلين على الموضوع بتاع يا اما لو هتقدموا بالشهاده اللغه العاديه، او لو هتقدموا بشهاده من الكليه بتفيد اللي انتوا كنتوا دارسين السنين بتاعه الكليه بالانجلش. وبعد كده الصفحة التانية بتبقى اللي هي هاو تو ابلاي بقى، اللي هو التقديم بتاعكم بيكون ازاي، وبتكون كل الشروط موجودة. وبعد كده بيدوكم معلومات اكتر عن البرنامج وعن ازاي التقديم، الابليكيشن فورم بتاعتكم، وكمان شوية معلومات عن المنحة، سواء كانت fully funded scholarship من إراسموس او اللي هم هيقدموا وهم اللي هيدفعوا هيبقوا self funded. فبيبقى فيها كل الشروط والحاجات اللي انتوا بتبقوا محتاجينها. بعد كده بنطلع وبندخل على اللينك التاني، وده بيكون فيه كل حاجة ليها علاقة بالبرنامج والجامعات المشاركة وايه الجامعة الأساسية والبرنامج ده مدته قد ايه. يعني زي ما انتم شايفين مثلا البرنامج بتاعي انا بدأ من 2020 وهينتهي 2026، فبيطلبوا فند تاني من الاتحاد الأوروبي وبيديهم سواء على البرنامج كان ماشي كويس ولا لا. فدي كده كل المعلومات وكل الحاجة اللي انتوا حابين تعرفوها عن إراسموس وازاي تقدموا عليها وليه دايما الناس بتتلخبط. فانا بس حبيت اوضح النقطة دي، وبتمنى تبقى مفيدة لكل الناس. انتي راجعتي ازاي، وهل المكان اللي انتي راجعتي فيه يقدر يكتب لنا الموتيفيشن ليتر او الخطاب التحفيزي ولا لا؟ طيب اول حاجه انا راجعت مع علماء مصر وقلتها 5000 مره، وكنت سايبه اللينك بتاعهم في فيديو من الفيديوهات، ولكن هحطه برضو هنا تاني. اولا راجعت معاهم كتير قوي، زي ما قلت المره اللي فاتت راجعت معاهم يمكن بتاع 5 مرات او اكتر من 5 مرات. وهل هم بيكتبوا خطاب الحافز او خطاب النيه؟ ده ما ينفعش، ده من سابع المستحيلات ان حد يكتب لك خطاب النيه يا جماعه، لان دي لان دي بتعتمد على الشخص نفسه، بتعتمد على مهاراتك، بتعتمد على خبرتك، بتعتمد على مجال دراستك، بتعتمد على المنحه ذات نفسها اللي انت مقدم عليها. فدي بتبقى ليها عوامل كتير قوي. وكمان الموضوع بيبقى ريسك ان هو حد يكتب الخطاب مكانك، لان مش بيكون فيه مصداقيه، دي اول حاجه. ثانيا انت مش بتبقى فاهم ايه اللي مكتوب، فبالتالي في الانترفيو مش هتعرف تعبر عن نفسك. فالموضوع بيبقى صعب جدا اللي انت تحاول تفهم بقى ايه اللي مكتوب وتبدأ تحضر وكده. وساعات في ناس كتير كمان علشان يعني تحس اللي هي عايزة تتقبل في المنحة. وكمان اوقات كتير جدا الشخص اللي بيكتب لك علشان يحسسك ان انت قد ايه شخص بقى عامل حاجات كتير وبتاع، فبيبدأ يحط حاجات انت ما عملتهاش اساسا. فالموضوع فعلا بيبقى ريسك كبير قوي، لان انت بتبدا بعد ما تاخد بقى منه او تستلم منه الموتيفيشن ليتر بتاعتك، بتكتشف ان في حاجات كتير مش موجوده فيك. طب انا هعمل ايه؟ طب لو سالوني في حاجات معينه، في نقط معينه في الحاجه اللي هو كاتبها دي، انا هرد ازاي؟ واوقات كتير جدا كمان مش بيبقى فيه وقت للمراجعه والكلام ده. فهو كده كده الموضوع 100% يعني بيتكشف وبيتعرف. فبلاش يا جماعه تعملوا الحاجه دي، لان بجد الموضوع بيبقى صعب قوي قوي ان هو يعدي من تحت ايد الشخص ان الورق بتاعك يعدي من تحت ايد الشخص اللي بيراجع. يعني بجد الموضوع بيبقى
معروف قوي لعدة اسباب. اول حاجة دي مش بتبقى اول مرة يعدي عليهم شخص عمل الموضوع ده، فبيبقى عندهم زي ريفرنس كده لكل الناس اللي كانت عاملة الحوار ده قبل كده، فبجد بيعرفوا يكتشفوه بسهولة قوي. تاني حاجة ان في ناس كتير برضو قالت لي طب ينفع نستخدم شات جي بي تي اللي هو يكتب لنا الخطاب النية بتاعنا؟ برضو لا، ما ينفعش، لان كل اللي بيعمله شات جي بي تي اللي هو بيجمع يعني بيروح يعمل سيرش على جوجل مثلا، او بيدور على الموتيفيشن ليترز اللي الناس كانت كتبتها وبيكتبها ليك انت. فانت كده معناها ان انت واخد موتيفيشن ليتر من 5-6 اشخاص ومجمعهم وحاططها في واحده بس. فده ما ينفعش، وده برضو فده بقى ما ينفعش، لان ده بيتكشف بسهوله، ده بيتكشف بسهوله رهيبه حرفيا. يعني هو تخيل زي ما انا قلت، انت مجمع يعني 5-6 باراجرافات كده من كام شخص اتقبل مثلا في منحه او حاجه، وحطيتهم في باراجراف، حطيتهم في ستيتمنت واحده. فالموضوع بيبقى لا. فزي ما أنا قلت فعلا الموضوع بيتكشف بسهوله جدا، لان انت بتبقى حرفيا مجمع. يعني انت مش كاتب حاجه مثلا ليها علاقه بيك، لا انت كاتب حاجات ليها علاقه بشخص تاني، فالموضوع بيبقى صعب جدا. فبلاش يا جماعه تعملوا الموضوع ده. تاني حاجة هو ايه موضوع اثبات الاقامة لمدة 5 سنين بالذات في منح ايراسموس. طيب بص بقى، الموضوع ده كان رخم جدا، وقعدت فترة طويلة قوي لحد ما افهم يعني ايه اثبات اقامة واجيبه ازاي واعمل ايه وكل الكلام ده. فتوصلت لنتيجة واحدة بس، والحمد لله دي الحاجة اللي انا اتقبلت بيها، اللي هو انا لما دورت كتير ما كانش في حد حرفيا فادني عن الموضوع ده وازاي اجيب اثبات اقامة. ولكن اللي انا عملته اللي هو انا كنت واخدة تدريب، لما يعني كنت لسه في مصر كنت واخده تدريب ليه علاقه بمجالي وكده من منظمه حكوميه. ف... فاخدت الشهاده بتاعت التدريب دي ورفعتها، والله العظيم بجد ورفعتها وسبتها كده. بس بعد كده قلقت، قلت لا يمكن تكون غلط او ممكن تكون فيها حاجه او كده، بس هي كانت متأرخه يعني، كان موجود التاريخ بتاعها، واللي هو انا حضرت التدريب ده والتدريب ده في مصر وكل حاجه. بس بعد كده قبل بقى ما اعمل يعني قبل ما فاينلايز الابلكيشن بتاعي كنت بقى متوتره. فقلت لا، انا طب قبل بقى ما اعمل اي حاجه انا هاخد الشهاده دي وهبعتها للكوردينيتور بتاعي وهساله هو ينفع اللي انا احطها مكان الاقامه وكده، لان انا معيش حرفيا اي حاجه تثبت اقامتي غير البطاقه بتاعتنا عاديه، ومعايا باسبور، بس معيش اي حاجه تانية تثبت. فالمهم بعت ايميل وكده، وجالي على طول الرد قال لي تمام ينفع تحطيها ما دام انتي كنتي في الفتره دي متواجده في مصر وعادي. ممكن نستخدم الطريقه دي. وانا ما اعرفش بتنفع مع كل البرامج ولا لا، بس لو انتوا بالذات الناس اللي في مصر لو انتوا واخدين تدريبات ومتأرخ فيها التاريخ اللي هو بتاع وقت حضور التدريب بتاعك واللي هو مكان في مصر وكل حاجه، تقدروا ترفعوا الحوار ده. وتقدروا كمان لو انتوا عندكم شك زي كده، مثلا اوقات ببقى متوتره او خايفه ارفع ورقه وتطلع غلط او كده، فممكن تبعتوا للكوردينيتور، وهو اساسا بنسبه يعني 90% 95% هيقول لكم تمام الورقه دي هتنفع والشهاده دي هتنفع، والموضوع بيعدي عادي، فما تقلقوش. في كمان في سؤال تاني جالي، هو انا لو معدلي اقل من الجيد جدا فهل انا ممكن اتقبل في المنحه ولا لا؟ طيب الحوار ده ليه عوامل كتير قوي. اول حاجه لو انت فعلا معدلك مثلا اقل من جيد جدا، هو جيد جدا ده الشرط، يعني ده الشرط بتاع ايراسموس. بس هو ايراسموس زي ما أنا قلت قبل كده بتتحسب بموضوع النقاط. يعني انت لو جايب مثلا جيد جدا وعامل بقى حاجات كتير قوي، زي مثلا واخد انشطه كتير، يعني اتطوعت قصدي في اماكن كتير، وواخد تدريبات وعندك بقى عندك سي في كويس تقدر تقدم بيه، فهم ما بيحسبوا النقط دي كلها بجانب طبعا الموتيفيشن ليتر بتاعتك، بجانب الريكومنديشن ليتر من الدكاتره وشهاده اللغه وكل الحاجات دي. فلما بيجمعوا النقط في اوقات كتير جدا بتبقى انت اعلى من النقطه بتبقى اعلى من مجموع النقاط اللي هم عايزينه اللي انت تتقبل في المنحه، حتى لو انت جايب جيد جدا. فالموضوع بيعتمد على فزي ما قلت الموضوع بيعتمد على الحاجات اللي انت كنت عاملها في خلال فتره الكليه كلها، سواء انت كنت متطوع قبل كده زي ما انا قلت، سواء انت عندك يعني خبرة بحثية، طبعا ده موضوع عظيم. لو انت عندك خبرة بحثية، عندك عندك خبرة بروفيشنال عموما في اي شغل، اي حاجة سواء بارت تايم او اي حاجة، الموضوع ده بيفيد جدا. فالموضوع مش متركز بس في الدرجات بتاعت الكلية وشهادة التخرج والكلام ده، لا الموضوع كمان بيبقى ليه علاقة بالجانب بقى اللي هو الحياة الاجتماعية عموما، وانت بتعمل ايه في حياتك وكل الحاجات دي. لان اغلب سواء هتقدم على المنحة او انت حتى لو هتقدم
سيلف فاندد. فاغلب الجامعات سواء امريكا، بريطانيا، انجلترا، اليابان، وات ايفر الدوله ايه، بيعتمدوا جدا كمان على مش الجزء الاكاديمي، لا كمان على الجزء البروفيشنال او الحياه الاجتماعيه، السوشيال لايف بتاعتك. فاهتموا يا جماعه قوي بالجزء ده لان حرفيا مهم قوي هنا. في سؤال تاني جالي، هو انا ترجمت الترانسكريبت بتاعي وكمان ترجمته فين؟ طيب انا ترجمت الترانسكريبت بتاعي لسبب اللي هو كان طالع بالعربي فما كانش ينفع ارفقه بالعربي، ولكن اغلب الجامعات في مصر بتطلعه بالانجلش عادي. هو المشكله كانت في كليه عندنا اللي هم ما رضوش يطلعوه بالانجلش، فقالوا لي لا هنطلعه بالعربي ما انت هتروحي تترجميه. فانا ترجمته جوه الجامعه، كانت في كليه الألسن اعتقد، وترجمت البيان الدرجات وشهاده التخرج مع بعض بعد ما خدتهم على طول، وكان مختوم بقى بختم الجامعه وكان كل حاجه تمام. بس اغلب الكليات حرفيا بتطلع الموضوع ده بالانجليزي، بالذات لو انت كليه علميه والدراسه بتاعتك بالانجليزي فبيطلع بالانجليزي يعني، اكسبت احنا. بس لو عايزين مكان معتمد، لو في حد من اسكندريه بما ان انا من اسكندريه عايزين مكان معتمد تترجموا فيه، ففي مكتب اسمه مكتب البريطانيه موجود في سيدي جابر اعتقد. المكتب ده حلو قوي لان بيترجم والترجمه بتاعته بتبقى معتمده، وانا حرفيا خلصت كل الورق بتاعي من عندهم. في سؤال تاني جالي، هو احنا بندفع قد ايه وكل ده بيكلف كام؟ طيب هو احنا اولا مش بندفع حاجه خالص، لان دي بتبقى فولي فاند سكولارشيب. وبس المعروف عنها حاجه اللي هو انت بتخلص كل التكاليف بتاعتك من البلد بتاعتك، وبعد كده لما بتسافر هناك هما بيدوك الفلوس بتاعتك. بمعنى اللي هو دلوقتي انت هتحجز طيران فانت هتحجزه على حسابك، وكمان في سفارات بتطلع التأشيرة بفلوس وفي سفارات طبعا لأ. ولكن انا لما كانت اول ترم بتاعي في اسبانيا، فلما قلت لهم هناك اللي انا اراسموس، لان انت بيبقى معاك زي بريفليج كده اللي هو انت معاك اراسموس، فانت من حقك من اي سفاره ليها علاقه بالاتحاد الاوروبي هتدرس فيها ما تدفعش مصاريف فيزا. بس اسبانيا كانت غريبه قوي، فقالوا لي لا هو ما ينفعش، بس لازم تدفعي مصاريف الفيزا، بس احنا بعد كده هنبقى نشوف يعني الاتفاقيه وبتاع وكده. فالمهم انا الدوله الوحيده اللي دفعت فيها كانت اسبانيا، لكن بقيه الدول مش بندفع فيها رسوم. لكن بعد كده لما بدات اطلع الفيز بتاعتي من هنا في اوروبا، في ايطاليا، في فرنسا، وكل الحاجات دي، لما كنت بروح هناك وكنت بوريهم الخطاب بتاعي اللي هو انا ايراسموس من قبل ما يقروه ولا اي حاجه، فكانوا بيقولوا لي لا انت معفيه من رسوم الفيزا وايراسموس مش بيدفعوا كده. فالموضوع ده مهم جدا، لان في اغلب الناس اللي قدمت وكتير من زمايلي عملوا الموضوع ده لما قدموا على ايراسموس الفيزا، قصدي لما قدموا على الفيزا بتاعت ايراسموس ما قالوا ان هم معاهم ايراسموس فدفعوا فلوس الفيزا. بقى سؤال بيقول امتى بيعملوا الانترفيو، قبل ما تروح ولا لا، وكيف بيكون الانترفيو؟ طيب الانترفيو بيكون بعد، يعني انا دلوقتي الكول فتح فانا قدمت الورق بتاعي، رفعت الابلكيشن، عملت كل حاجه، والله هم انترستد قوي ان هم يقولوا لي يلا تعالى عشان تعمل انترفيو معانا، فبنعمل. لا خلاص بيبعتوا ايميل ريجكشن وبيبقى الموضوع خلص على كده. فالانترفيو بيكون بعد التقديم، بيكون بعد مرحله القبول الاولى. هو القبول في راسموس بيكون 3 مراحل، اول مرحله مرحله الابلكيشن ورفع الورق بتاعكم، بعد كده بيكون مرحله الانترفيو سواء هتعمل او لا، والمرحله الثالثه بيكون مرحله القبول برضو او الرفض. فهي بتبقى كلها ماشيه على نفس الريتم ده ففي كل المنح يعني عموما مش في اراسموس بس. حاجه بقى انا حابه اتكلم فيها وهو انا ازاي كتبت. اول حاجه هو الموضوع بدأ معايا ان هو انا كنت بعمل زي جورنالينج كده، انا بحب اكتب اوقات، فكنت بكتب مثلا كل حاجه ليها علاقه بيومي او انا بعمل ايه وكده، فبدأت بالحوار ده بحيث ان انا ادرب نفسي على الكتابه. فالمهم بدأت بعد كده لما الكول بقى بتاع المنحة بدأ يجي، فبدأت اشوف مثلا نماذج او سامبلز موجودة على الانترنت الناس بتكتب ازاي، بيبدأوا بايه وكده. طبعا ما كنتش باخد حاجة يعني عشان بس الناس تبقى حاطة النقطة دي في دماغها، ما كنتش باخد حاجة، ما كنتش بعمل كوبي، ما كنتش يعني حرفيا ما كنتش بعمل اي حاجة غير ان انا بقرا بس الكلام بتاعهم وبشوف هما بيكتبوا ازاي والسيكونس بتاع الكلام بتاعهم ماشي ازاي. فكنت مثلا بشوف من كل دولة الناس دي بتكتب كده، كنت بشوف بقى اونلاين كورسز عن ازاي تكتبوا بطريقه اكاديميه، ازاي تكتبوا موتيفيشن ليتر، وكنت ببدا اشوف برضو حاجات ليها علاقه بالكتابه برضو على اليوتيوب وكده، ممكن اسيب لكم قنوات كنت بستخدمها بس. وكنت بدات اعمل بقى اول درافت ليا للكتابه، كنت كتبت اول موتيفيشن ليتر بتاعتي، وبعد كده بعتها لعلماء مصر. حرفيا كانت كارثه يعني، كانت وحشه قوي بجد والله العظيم. انا عمري ما هتخيل رد الفعل، هم رد الفعل بتاعهم بصراحه كان لطيف، بس قالوا لي اللي هو لا محتاجه كتير قوي تتحسن، ان الموضوع كان وحش قوي
كان عموما بالنسبه لي لان انا ما كنتش راضيه عنها، بس يعني الموضوع مع الوقت بدأ فالمهم بجد الموضوع كان يعني كان عامل لي احباط شويه، لان هو انا الاول خالص بالاول ما خلصت اول درافت انا كنت معجبه بيه طبعا كاي حد، وعلشان كده دي نقطه مهمه جدا ان احنا لازم نراجع الورق بتاعنا مع حد، لان احنا بنبقى معجبين قوي بشغلنا، بنبقى معجبين قوي بالكتابه بتاعتنا وبتبقى وحشه قوي في الاخر يعني. فالمهم انا كنت معجبه قوي بالشغل بتاعي، فبعته بقى بكل ثقه بقى اللي هو انا مخلصه اول درافت بقى وان شاء الله هيقولوا لي كلام كويس. وبصراحه هم ما قالوليش اي حاجه وحشه او قالوا لي اي تعليق سلبي، بالعكس هم ادوني تعليقات كتير ايجابيه. بس الموضوع كان مضايقني لان هم كانوا يعني في كل ما فيش باراجراف ما سابوش عليه كومنتس، ده الموضوع ده اللي كان مضايقني واحبطني. بس بعد كده بدات اصلح بقى الكلام ده، وبدات اشوف اكتر سامبلز، وبدات اكتب اكتر، وبدات اتابع الكورسز دي كمان بشكل بقى ادق شويه. بعت بقى تاني درافت بصراحه كان احسن بكتير. المهم انا برضو بقى ما كنتش راضيه، المهم ان انا بقى ما كنتش راضيه لان انا برضو انا عندي قلق عموما، يعني انا دي حاجه في شخصيتي اللي انا دايما ببقى قلقانه من الحاجه اللي انا بكتبها ولا الحاجه اللي انا بعملها، فانا لازم الحاجه تطلع بيرفكت. دي حاجه مش كويسه انا عارفه، بس المهم بدات اشتغل على الحوار ده اكتر، اكتب بقى بشكل تاني. والله العظيم حرفيا انا كنت بقعد اوقات مثلا بالخمس ست ساعات انا بكتب وبحاول اشوف الناس دي بتكتب ازاي، بيعملوا ايه، طب ايه التريكس هنا، طب ازاي اقدر استخدم مثلا هوك مثلا معينه او حاجه معينه. فالمهم بعد كده بعت لهم تالت مره، انا كنت حاسه الناس بدات تتخانق مني، بس والله بجد شكرا ليهم يعني هم ساعدوني كتير. بعت لهم بصراحه بقى، كانت اخر مره دي كانت الورق كان مظبوط كان كويس وكانت الدنيا كويسه، بس كان في برضو ملاحظات بسيطه كده اهو حطولي عليها نوتس. وبعد كده بقى بعت وكده، المهم خلصت، كان الحمد لله كان الموتيفيشن بتاع الليتر بتاعتي كويسه. برضو في نقطه تانية، في برضو نقطة تانية ان في بصراحة يعني انا برضو مش هنسى حاجة زي دي، ان الناس من erasmus هما كانوا برضو واخدينها، وانا عرفتهم عن طريق الفيسبوك عن طريق زمايلي، وبصراحة ساعدوني كتير من غير اي مقابل من غير اي حاجة، ورجعوا لي برضو الورق يعني مع علماء مصر. كان برضو كان في ناس تانية خريجة erasmus او واخدينها او هما لسه بيدرسوا، كانوا برضو بيرجعوا لي الورق معاهم. فبصراحة انا الموضوع ده فادني جدا لان انا رجعت الورق بتاعي مع كذا حد، ومن يعني من وجهة نظر مختلفة كنت بشوف الأخطاء بتاعتي تبقى فين بالظبط. فالموضوع ده كان مفيد جدا. فانتوا لو تعرفوا اي حد واخد اراسموس او إيه او خلص او كده، انا بنصح، وعموما مش في اراسموس بس في اي عموما سكولرشيب، انا بنصح ان انتوا تراجعوا مع جهتين او تراجعوا مع شخصين مختلفين، عشان كل واحد فيهم هيقول حاجات معينة، والموضوع ده هيفيد قوي في الكتابة بتاعتكم. بس المهم انا فضلت بقى اكتب كتير، وانا على فكره يعني انا لحد دلوقتي لسه بكتب، لان الموضوع الكتابه الاكاديميه مهمه جدا جدا، بالذات هنا في اوروبا يعني بيهتموا بالموضوع ده قوي. يعني انا علشان كان عندي الانترنشيب اللي انا عملته في ايطاليا تبع البروجرام بتاعي، طلبوا من كل واحد فينا يكتب 3 موتيفيشن ليتر او 3 خطاب نيه علشان بس نقدم على معمل واحد. فتخيلوا الموضوع بيبقى صعب ازاي. فانا بنصح بجد اي حد يقدم على اي حاجه، بالذات في اوروبا ولا امريكا او whatever البلد ايه، اهتموا قوي بالجانب الاكاديمي واهتموا قوي بالكتابه الاكاديميه. لان الموضوع ده حرفيا مهم، الموضوع ده بيفرق قوي هنا عن غيرك، حتى لو انت عندك خبرتك قليله او مش بيرفكت قوي يعني زي ما انت متخيل. فالموضوع الكتابه بتاعك ده بيميزك عن الشخص التاني. ف... فبس يعني انا دي كانت قصتي مع الكتابه. والسامبلز او ممكن اسيب لكم ويب سايتس تقدروا تشوفوا منها الحاجات والناس اللي حاطين الموتيفيشن ليترز بتاعتهم. وكمان ممكن اسيب لكم الاونلاين كورسز او القنوات بتاعت اليوتيوب اللي تقدر تساعدكم كمان ان انتوا تقدروا تكتبوا بشكل احسن. فلو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتس بجد، يعني اكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي حابين اللي انا اقدر اتكلم عنها، علشان ابقى قدرت اعمل كفر على كل حاجه ليها علاقه سواء بإراسموس تشيفنينج فولبرايت وات ايفر السكولرشيب اللي عايزينها ايه. وبس يعني